السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده فيديو جديد، اتمنى ان انتوا تستفادوا منه وان شاء الله يعجبكم وينول اعجابكم. لو اول مره تشوفينا ما تنسيش تعملي لنا لايك واشتراك في الفيديو لو عجبك. النهارده بسم الله الرحمن الرحيم كده مبدئيا انا عايزه اكل حاجه حلوه، وخصوصا تورته او جاتوه، وما عنديش. وفي اخر الشهر تعملي ايه؟ تعالي اقول لك هتعملي ايه من غير اي تكلفه، وبموضوع سهل وبسيط جدا جدا جدا. معايا هنا كيلو لبن او كيلو حليب، هحط عليه 3 معالق من النشا. انا بوريكم اهو هو ايه. معايا نشا، النشا الابيض العادي بتاعنا. ممكن لو ما عندناش نشا وعندك كاستر ممكن تستعملي الكاستر، مش هيبقى فيه اي فرق بينهم، الموضوع واحد. تمام كده، تمام كده. طيب بعد كده هعمل ايه؟ هبدا اقلب، وهتحطي هنا اضافه السكر اللي انت حباها واللي انت عايزاها، وبمضرب السلك هتبداي تضربي لي الموضوع ده كويس قوي قوي قوي. احنا هنا بنعمل الطبقه اللي هي بديل الكريم شانتيه. تمام كده. الكريمه دلوقتي في منها نوعين، كريمه اللي هي من بدون اضافه السكر وبالسكر، واسعارها بقت غاليه. احنا عايزين نعمل حاجه اقتصاديه على قد ما نقدر. طيب هنعمل ايه بقى بديل الكريم شانتيه اللي انا بقول لكم عليه؟ النشا مع اللبن، وتضربيهم على البارد الاول عشان ما يكلكعش. بعد كده هتضيفي عليهم السكر، وفي الاخر خالص قبل ما بتطفي بتحطي الفانيليا عشان تبقى طعمه لذيذ. تمام كده، تمام كده. الحاجه الحلوه دي هتراضي بيها ولادك، وهتعملي حاجه صيفيه مش هتفتحي عليها الفرن عشان درجه حراره الفرن بتسخن الدنيا. ادي البسكوت اللي انا بقول لكم عليه. اي نوع بسكوت شاي بدون اضافه سكر، بيبقى بسكوت الشاي مسخ شويه. اي نوع يعجبك واي صينيه تعجبك. انا مش عايزه كمان اوسخ صواني، هستخدم طبق الفل العادي. حلو كده، هتشوفوا معايا دلوقتي. كنت بصراحه حرانه وحاسه ان انا عايزه اكل حاجه وكسلانه اعملها قوي. يعني الموضوع ده بقالي كام يوم كده عايزه اكل حاجه حلوه وكسلانه اعمله. مش ده بس، اعمل حاجه تانية، لان الحاجات التانية بتبقى صعبه وبتاخد وقت ومجهود ووقفه كتيره كمان في المطبخ. ممكن بقى تسميها انها تورته المستعجلين، تورته اقتصاديه، ممكن نسموها اي اسم. مع العلم انها طعمها يا جماعه والله العظيم منعشه جدا، طعمها فوق الخيال، حلوه قوي 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 قوي. انا متاكده انت دلوقتي لو عملتيها هتعجبك قوي قوي قوي، ومكوناتها مش هتاخد منك اي حاجه. بدأ النشا كده يمسك زي ما حضراتكم شايفين ايدي فيه عشان ما يكلكعش. اهم حاجه قبل ما هطفي على طول هنزل عليه بالفانيليا، وكمان لو انت حابه تخليه ابيض خليه. انا حبيت احط عليه معلقه واحده كبيره من الكاكاو الخام المر الاسباني، وابدا كده ادوب كل ده مع بعضه حلو جدا عشان يبقى عندي كده بديل الكريم جانتيه اللي هو الشانتيه، اللي هو الكريمه اللي انا كمان مضيفه لها، ضايفه لها كاكاو او شوكولاته، كريمه الشوكولاته. كده ممكن نوقف على كده ونحطه في اطباق بنفس طعم الدانون بالظبط اللي انت بتشتريه، دانون اقتصادي يبقى مفيد في نفس الوقت. انا عشان عايزاها تبقى كريمه هضيفها على المكونات اللي انا هعملها مع حضراتكم دلوقتي ان شاء الله. معايا بسكوت شاي، البسكوت ده انا فتحته كده من الكيس بتاعته عشان ابدا ارصه. صينيه بقى، عندك طبق، عندك اللي هي الصواني اللي هي بتاعت اللهم صل على النبي، اللي هي صينيه اللي هي الكريم اللي تشيز كيك. فدي او دي اي حاجه ممكن تعملي عندك. انا عشان كنت نازله بيها فانا عايزه حاجه عشان ما ارجعش بيها وما تبقاش شيله عليا، عشان انا نازله بيها او هوديها لحد او اكلها انا، او ابقى مستعجله مش عايزه، ما عنديش وقت ان انا اغسل مواعين. فممكن تعملي الفكره دي، انا عاملاها عشان اوريها لكم مش اكتر. طيب هعمل ايه بقى بعد كده؟ هبدا ارص معانا البسكوت الشاي في القاع كده او في الارضيه، وهبدا بعد كده بعد ما هرصه الرص العادي اللي هفرد بيه الارضيه كلها، هبدا اجيب الخليط اللي احنا عملناه اللي هو بديل الكريمه الاقتصادي ده، وهبدا احطه فيه، احطه عليه وافرده ان شاء الله. كده هتشوفوا الفكره بجد تحفه تحفه تحفه. انا كنت قاعده فعلا والله عايزه اكل حاجه، ودلوقتي اقل قطعه جاتوه وصلت كام؟ وصلت 30 و40 جنيه. طب ليه؟
اللي ليه يعني؟ طب ما انت تقومي تعملي لك كده، مش هيكلف معاكي حاجه. هتقولي لي طب البسكوت، طب ما انت هتجيبي علبه بسكوت هتغرقك. تمام تمام. والحاجات التانية في البيت، يعني انت ممكن الموضوع مثلا يكلفك 30 جنيه حق علبه البسكوت ولا حاجه. تمام كده تمام كده. مش هتستخدميها كلها، ممكن تستخدميها على مرتين او مره ونص على حسب اللي انت هتسحبيه منها. طيب بدات بقى احط الطبقه التانية وافردها كده. انت بتتعاملي معاها كانها تورتايه عاديه خالص، واخدين بالكم؟ انا بصراحه دايما في الصيف انا بحب اعمل الوصفه دي. التشيز كيك بحب اعمل الوصفه دي، او التورته البارده ديت. بصراحه الصيف مش مشجع خالص ان انت تقفي في المطبخ كتير، وكمان ان انت تشغلي الفرن. لا 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 يا جماعه، ده عذاب في الوقت الحاضر ده، والله العظيم بيبقى عذاب العذاب. تمام كده تمام كده. انا كده اهو بفرد اهو العجين مش العجين، البسكوت معاكم، بس بسقيه في لبن. طب لو ما عندكيش لبن، عشان يبقى مفيد اكتر، نصيحه مني اعملوه بلبن، سقوه في لبن كده على طول. اول ما تنزليه ترفعيه. طب لو ما عندكيش لبن، ممكن تعملي ميه بسكر، او تحطي كاستر خفيف قوي قوي قوي، او نشا خفيف قوي، ميه بنشا خفيفه قوي، اللي انت عايزاه. تحطي فيه البسكوت كده ما فيش مشكله، بس الاحسن تعملي زي لبن بارد كده، بيبقى مغذي اكتر وغني اكتر واكتر. وتبداي تحطيه كده وترفعيه بقى على طول. اول ما تحطيه في اللبن ترفعيه على طول. بس كده، طريقه ولا اسهل، واعملوها ومش هتخسروا حاجه. لا كيكه منكم تبوظ، ولا فرن منكم تفشل الوصفه، ولا اي حاجه من دي. ريحي بالك وفرحي طفلك او فرحي نفسك، واعملي لك وصفه من دي. لو حد جالك تحطي له منها. لو انت مثلا مخنوقه وعايزه يعني تخرجي، وفي نفس الوقت معكيش فلوس، فاعملي الوصفه دي. لو اخر الشهر وعايزه تعملي حاجه حلوه تتعشوا بيها وفي نفس الوقت تفطروا بيها، اعمليها. حلوه بصراحه يا جماعه. الصيف بيحب الحاجات البارده اللي بتبقى زي كده وخفيفه، وفي نفس الوقت بتديكي احساس بالانتعاش. لو عندك مانجا بقى، عندك فراوله، عندك اي نوع فاكهه انت بتحبيها عايزه تضيفيها، ممكن تضيفيها من فوق الوش، من فوق الوش مش في من جوه. بصراحه بتبقى تحفه. لو عايزه تغليها اكتر وتخليها غنيه اكتر، الوصفه دي ممكن تتعمل بالكريم جانتيه. بس احنا قلنا الوصفه من البدايه كانت الفكره بتاعتها فكره اقتصاديه موفره، وفي نفس الوقت ما تقفيش في المطبخ كتير، ولا تاخد منك جهد ولا وقت ولا فلوس. فدي وصفه بتجمع بين كل حاجه. هعمل الطبقه ديت وهبدا احط تاني عليها بسكوت كده طبقه تانية. انا هعمل 3 طبقات من البسكوت وطبقتين من الكريمه. طبقه بسكوت، طبقه كريمه، طبقه بسكوت، طبقه كريمه، طبقه بسكوت. وفي الاخر هغطيها بصوص كده، هتشوفوا معايا وهتعرفوا ايه اللي انا عملته في اخر طبقه من فوق خالص. بصراحه حلوه قوي، كل اللي كل منها عجبته، لان هي فيها ميزه حلوه قوي، خفيفه وهشه. لا فيها بقى زيت ولا زبده ولا سمنه ولا بيض ولا اي حاجه من دي. من غير فلوس عملتي حاجه حلوه فرحتي بيها نفسك. والاسم حاجه حلوه حبايبي، يعني اقول لكم ايه، بصراحه تحفه والله العظيم، يعني عجبتني جدا بجد. كيكه البسكوت دي عظمه عظمه عظمه. انصحكم ان انتوا تعملوها بدون تردد، هتعجبكم فوق الوصف، فوق يعني حلوه قوي، ومش هتبان انها بسكوت اطلاقا. يعني انا هاكلها معاكم وهوريها لكم واقطعها قدامكم، وهوريكم من جوه شكلها عامل ازاي. لا يمكن تفرقي بينها وبين الكيكه العاديه. بصوا الشكل، بصوا الشكل بقى يفرح ازاي كده. بصراحه يعني اعمليها بدون تردد. لو انت بالليل، لو انت في الفطار، لو انت في اثناء النهار، مش هتاخد منك وقت. زي ما انت مثلا بتبقي ساعات عايزه تعملي وصفات معينه بتاجليها لتاني يوم، او بتقولي لا الوقت اتاخر مش هشغل فرن بالليل، هتسخني البيت. دي بقى اعمليها في اي بيت، مش هتقولك لا، في اي وقت سوري مش هتقولك لا. لو وصلتي معايا الفيديو لحد كده، اتمنى تعملوا لنا اشتراك عشان عيلتي تزيد بيكم. وانا واثقه ان ربنا ان شاء الله مش بيضيع تعب حد على الارض ابدا ابدا ابدا. ان مع العسر يسر. والصابرين بخير يا جماعه. مش عايزاكم تفقدوا الامل في اي حاجه انتوا بتعملوها. اعتبروا كل اللي بتعملوه لوجه الله، تاخدوا عليه اجر وحسنات كتير جدا.
انا جيت هنا فوق الوش عملت عليها الطبقه الاخيره اللي هي عباره عن ايه، عباره عن جيلو شوكولاته. بتشتريها من عند مستلزمات الحلواني. لو ما عندكيش ممكن تكتفي بالشكل النهائي، ما تحطيش الطبقه الاخيره بتاعت البسكوت. دي كانت عندي موجوده بصراحه، انا ما اشتريتهاش مخصوص. الجيلو دوت بيكون جيلو عادي عامل زي صوص الشوكولاته التقيل، بتخففيه بميه عاديه فتره من الحنفيه بس. ودي بتبقى الطريقه بتاعته في النهايه. اتمنى فيديو النهارده يكون فعلا نال اعجابكم. طبعا انا بقى بدات ادلعها. الشكل بتاعها كده لقيته كده ايه، عايز يتدلع شويه. اعمل ايه تعالى اوريكم عملت ايه. ده فتحت التلاجة ولقيت عندي باكو شوكولاته كده صغير، بسكوته بالشوكولاته، واللي هو التوفي اللي هو بالشوكولاته ده. طلعته اي حاجه كده تدي شكل وتدي ايه، ايحاء ان انتي عامل يعني مبدعه فيها زي ما بيقولوا. والله يا جماعه فعلا كانت جميله وحياة ربنا. سبحان الله ولا اله الا الله، ربنا فعلا بيبارك في الشويه. عايزه اقول لكم النهارده بقى عملت جيلي تاني، بس ما صورتوش معاكم. بس للاسف عملته كنت سرحانه، باظ مني الجيلي اللي انا عملته النهارده. زودت فيه الميه قوي قوي قوي، بقى باظ خلاص. انتي مفروض بتلتزمي بالاكواب الميه. انا حطيته كنت سرحانه، ولما بصيت قلت ايه اللي انا عملته ده. ف فيا ريت لما تخشوا المطبخ ركزوا، عشان اقل حاجه بتبوظ الدنيا. بس كده بصوا، بحط اهو معاكم اي حاجه لقيتها في التلاجة بدات احطها اهو بالشكل ده. دي والله حلوه قوي البسكوت فعلا. لما انت بتاكليه في الوصفات دي ما بيبانش خالص ان هو بسكوت، بيبقى اعطيكي نفس الشكل ونفس الطعم ونفس كل حاجه الجاتو. بصوا كده البسكوته حتى وانا بطلعها اتكسرت. قلت يا دي الحظ، الواحد يعني حظه في رجله زي ما بيقولوا. بصوا سبحان الله ولا اله الا الله. اذكروا الله يا جماعه، اذكروا الله وقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب افرجها على كل من كان يا رب، واحسن ما بين ايدينا جميعا، اللهم امين يا رب العالمين. بصوا بقى شكلها بقى حلو ازاي فعلا لما اتدلعت بنت شويه. هنا بقى بنتي كانت مصممه تحط صوص شوكولاته، ولا يا بنتي ما ينفعش يا بنتي خلاص. مصممه. بصوا مش هيبان، انا عارفه الصوص الشوكولاته ده عايز كريمه بيضه او كريمه فانيليا عشان يبان فيها، فانا اقول لها بلاش بلاش. هي مصممه. بصوا بتحط. تعالوا بقى ندوقها مع بعض. وياه، طبعا انا اول ما خلصتها دخلتها الفريزر عشان اوريها لكم. تقعد شويه بس تمسك كده وتشرب من الصوصات بعضها ببعض كده. تعالوا بقى شوفوا الجمال. بصوا مش محتاجه حتى سكينه، يعني اسباتشوله قايمه بالواجب. بصوا بقى اول ما هشيلها شوفوا بقى الجزء اللي اتقطع منه ده نفس شكل الكيكه بالظبط. بصوا شايفينه؟ بصراحه تسلم ايدي، الوصفه ناجحه 100%. اعملوها. ولو جيلو الشوكولاته ده مش عاجبكم استغنوا عنه، مش لازم اصلا. انا حطيته عشان كان عندي، قلت استغله كده بدل ما هو مركون في التلاجة. بس في الحقيقه تحفه يا جماعه، تحفه تحفه تحفه. تعالوا بقى ندوقها مع بعض ونشوف ايه الحكايه، هل هي نجحت في الشكل بس ولا في الطعم كمان. بصوا انا مفروض ان انا ادوق معاكم، بس انا حطيت حته صغيره وقلت لا انا خلاص بقى اكلها عشان ما ينفعش حد ياكل من حد وكده، رحت واكلاها. مش عشان حاجه، هي تحفه بصراحه. اعملوها. اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم. انا واثقه ان هو لو انت عملتيها واثقه باذن الله مشيئه الله ان انتوا لو هتنول اعجابكم فعلا بجد. اعملوا الحاجه بحب يا جماعه عشان تطلع حلوه، واعملي الحاجه وخليها على الله. والله يا جماعه الاعمال بالنيات، لو انت نيتك حلوه ربنا هيحلي كل حاجه انت بتعمليها. اعمليها وسيبيها على الله. دايما اطلبي من ربنا ان هو يديكي كل الخير ويرزقك ويرزق الجميع، لان دايما الدعاء الجماعي ده مستجاب. الملائكه بتقولك ولك بالمثل. فيا رب كده دايما يعلي من مراكبنا ويحسن ما بين ايدينا جميعا. بصوا خلصتها. فيديو النهارده كده خلص. استنوني في فيديوهات تانية كتير. اشوفكم على خير حبايبي، مع السلامه.